اتفرجت على اعلان فيلم هيبتا لمنى شلبي ومحمد ممدوح تايسون، وبصراحه يا جماعه الفيلم شكله لطيف. الفيلم اخراج الكاست ده متجمع تجميعه لطيفه جدا، في حسن مالك وفي كمان اشرف عبد الباقي ظهر في لقطه في الاعلان، ودي كانت حاجه جميله بالنسبه لي. التمثيل اتوقع يعني محمد ممدوح تايسون ومنى شلبي، فصباح الفل يعني مش هنحكي في التمثيل كتير، الناس دي بتمثل حلوه يا جماعه. اما اكتر حاجه نفسي انها تكون حلوه هي الكتابه، لان انا بصراحه الجزء الاول ما عجبنيش خالص، لانه كان واخد جانب واحد بس. حب حب حب. انا بصراحه بحب اشوف جوانب تانية، بحب اشوف خير وشر وزعل وضحك وكل حاجة تكون في الفيلم، لان احنا بني ادمين مش بنعيش حياتنا على جانب واحد. يعني يعني ما يكونش الموضوع كده كأنه من الاخر كده موضوع تعبير عن الحب وخلاص. كمان في حاجة ظهرت في الاعلان كانت جميلة جدا، هي فكرة ان منة شلبي جاية بتحب حد عاملاه على الذكاء الاصطناعي او روبوت. يعني لو تفتكروا ده متاخد شوية من فيلم هير لواكين فينيكس، ولكن لو اتعملت في مصر هتبقى حاجه جميله جدا، لان فعلا ده انا شايف ان احنا رايحين له يعني في المستقبل. فزي ما قلت لكم الكاست حلو، التمثيل حلو، اتمنى الكتابه كمان تكون حلوه علشان يكون فيلم مكتمل الاركان. ومستني رايكم في الكومنتات اذا كنتوا مختلفين او متفقين معايا في اي حاجه، وتابعوني بنزل محتوى يومي عن التمثيل، وما تنسوش اللايك. سلام.